بداية نقدم أسمى التهاني والتبريكات لإمامنا صاحب العصر والزمان، ولمراجع الدين الكرام، وللمؤمنين عموماً، ولكم أيها الإخوة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وهي مولد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هل يستطيع الإنسان أن يقف على حقيقة أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هل يستطيع أن يعرف كنه أمير المؤمنين وحقيقته، ويستطيع أن يحصي فضائله؟ الإنسان مهما أوتي من العلم درجات عالية، ومهما تبحر في التراث والتاريخ وقرأ الكتب الزبر الأولى والمتأخرة، فلا يستطيع أن يقف على حقيقة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين. لماذا؟ لأن الحبيب المصطفى خاطب علياً وقال له: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. فالشخص الذي لا يعرفه ولا يعرف حقيقته ولا يستطيع أن يعرف فضائله إلا الله سبحانه وتعالى وإلا الحبيب المصطفى، فهل نستطيع نحن أو يستطيع الإنسان وهو محدود القدرة ومحدود العلم ومحدود في كل شيء أن يعرف علي بن أبي طالب، يعرف حقيقة علي بن أبي طالب؟ علي معجزة في كل شيء، معجزة في علمه، معجزة في شجاعته، معجزة في عدله، في قضائه، في حكمه، في زهده، في عبادته، بل هو المعجزة بحد ذاتها. لا يستطيع الإنسان أن يحصي فضائل علي أبداً، لا يستطيع الإنسان. ابن عباس وهو حبر الأمة، عبد الله بن عباس، يقول: أعطي علي سلام الله عليه 9 أعشار العلم، وأعطي الناس كلهم 10 لأن العلماء يقسمون العلم إلى 10 أقسام. ثم يقسم عبد الله بن عباس ويقول: والله لقد شاركهم في 10 يعني الله سبحانه وتعالى أعطى علياً 9 أعشار العلم، وأعطى البشرية كلها، وأعطى الخلائق كلها 10 من العلم. ثم يستثني ابن عباس يقول: في هذا 10 أيضاً ماذا؟ شاركهم علي بن أبي طالب ماذا؟ في العلم وفي الفضائل. هنالك حديث أخرجه أعلام المسلمين كافة من السنة والشيعة، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان البحر مدادا، البحر تحول إلى حبر، لو كان البحر مدادا والغياض أقلاما، الغياض يعني أغصان الشجر المتكاتفة المتكاثفة الملتفة، لو كان البحر مدادا والغياض أقلاما والسماوات صحفاً والإنس والجن كتاباً، يعني لو أن هذا البحر تحول إلى حبر، وتحولت أغصان الأشجار إلى أقلام، وتحولت السماوات إلى صحف،
أوراق أو كاغذ، والإنس والجن كلهم يكتبون، نعم، لنفد، يعني انتهى وخلص، لنفد المداد، نفد ماء البحر، وكلت الثقلان، يعني تعبوا على أن يحصوا معشار عشر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. جاء شخص إلى ابن عباس وسأله: يا ابن عباس، ما تقول في علي بن أبي طالب؟ فإني أتصور أن له 3000 منقبة، ما أكثرها. هذا متعجب أن الإمام علي عنده 3000 منقبة. فقال له ابن عباس: أولا قلت 30,000؟ 3000 شنو؟ 3000 قليلة. لو قلت إن لعلي 30,000 منقبة فهي قليلة أيضا. وجابر بن عبد الله الأنصاري جاء شخص وهو صحابي جابر سأله: يا جابر، ما تقول في علي بن أبي طالب؟ فقال له: ما أقول في شخص عنده أو أعطاه الله سبحانه وتعالى 3000 منقبة في ليلة واحدة، وهي ليلة المبيت على فراش الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حينما اجتمعت القبائل العربية على أن تقتل الحبيب المصطفى، وهاجر النبي من مكة إلى المدينة، فبات على فراشه أمير المؤمنين، ويسمونها ليلة الفدية، لأنه فدى رسول الله بنفسه. فإن الله سبحانه وتعالى منحه وأعطاه 3000 منقبة في ليلة واحدة. محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب الشافعي المتوفى سنة 240 أو 241 هجرية، جاء شخص وسأله: ما تقول في علي بن أبي طالب؟ وما تقول في فضائل علي بن أبي طالب؟ فقال، وهذا مو شيعي، هذا هو رئيس المذهب الشافعي وأكثر الشوافع الآن في مصر. فقال محمد بن إدريس الشافعي: ماذا أقول في شخص أخفى فضائله محبوه خوفاً. شيعة أهل البيت ما كانوا يستطيعون أن يحدثوا بفضيلة واحدة من فضائل علي بن أبي طالب في زمن الدولة الأموية وفي زمن الدولة العباسية. لماذا؟ لأن السيف يقطر دما، وأخفى مبغضوه فضائله حقداً وبغضاً. طبيعي أنهم أعداء علي كانوا لا يحدثون بفضائل أمير المؤمنين. ثم يقول: فشاع من بين هذا وهذا ما ملأ الخافقين. أنت الآن حينما تقرأ التاريخ تجده مليئاً بفضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. عن أي شيء نتحدث في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم، وهو يوم ولادة أمير المؤمنين؟ وأنا أتحدث في هذه الحسينية المباركة وأمام إخواني وأعزائي، وأنا أقل طلبة العلوم الدينية معرفة. نتحدث عن علم علي، نتحدث عن شجاعة علي، نتحدث عن قضاء علي، نتحدث عن زهد علي، عن عبادته، عن تقواه، عن أي شيء نتحدث. لو أردنا أن نتحدث عن علم علي فنحتاج إلى أيام وليالي، بل أن العلماء قد كتبوا الموسوعات وكتبوا الكتب في بيان علم علي بن أبي طالب.
يقول الإمام علي سلام الله عليه: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ينفتح من كل باب 1000 باب. ألف في ألف إيش قد يصير؟ إيش قد يصير؟ مليون. يعني أن علي بن أبي طالب قبل أكثر من 1400 سنة كان عنده 1,000,000 نوع من العلم. الآن يوجد 1,000,000 نوع من العلم؟ يوجد. أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد الباب، فمن أراد المدينة فليأتها. طبعا اجى أبو هريرة وغيره وأضافوا لهذا الحديث، لأن لا يستطيعون أن ينكروا هذا الحديث، فهو حديث صحيح متواتر، فأضافوا عليه: ومعاوية سقفها، وفلان جدارها، وفلان وفلان. ولكن الحديث بقي ولا يستطيع أحد ماذا؟ لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الحديث. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: سلوني عن طرق السماوات والأرض فإني أعلم بها من طرق الأراضين. يعني هو قبل 1400 سنة يشير إلى الكواكب وإلى المجرات وإلى الشموس، وهنالك طرق في السماوات، وما كان شخص يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب. حينما يقول سلوني قبل أن تفقدوني، يقوم له واحد يقول له أنه كم شعر براسك؟ استفيدوا من الإمام علي، اسألوه. يقول سلوني قبل أن تفقدوني. وكان علي بن أبي طالب يفتي ويخبر المسلمين بما في القرآن، ويخبر أهل الكتاب بما في التوراة، وكذلك في الإنجيل. كل الذين عاصروا عليا والذين جاء بعده وأعداؤه شهدوا بعلم علي وبأعلمية علي على الآخرين. لولا علي لهلك. حديث مشهور سمعه حتى النساء في خدورهن، قاله عمر بن الخطاب: لولا علي لهلك عمر. وكان يقول: لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر. وإذا جاءته مسألة عويصة يلتفت يمينا وشمالا ويقول: أين علي؟ وين حلال المشاكل؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه. معاوية بن أبي سفيان هذا العدو اللدود لأمير المؤمنين، حينما وصله خبر مقتل علي بن أبي طالب قال: مات الفقه كله. اليوم مات الفقه كله، كل الفقه كان يمثله علي بن أبي طالب. لو أردنا أن نتحدث عن علم علي فقط لا بد أن نتحدث الساعات تلو الساعات، بل أن الأعلام قد ألفوا الكثير من الكتب والموسوعات عن علم علي. وإذا أردنا أن نتحدث عن شجاعة علي، وهل يشك أحد في أن علي بن أبي طالب كان أشجع المسلمين بل أشجع الخلائق أجمعين، عدا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في معركة الخندق عبر ذلك البطل عمرو بن ود العامري عبر الخندق وأخذ يتبختر أمام المسلمين ويطلب المبارزة، والنبي يقول: من يبرز له وأنا ضامن له الجنة. يعني إذا قتل، إذا استشهد، فهو سوف يذهب إلى الجنة. لا أحد قام، والكل نكسوا رؤوسهم إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال له الحبيب المصطفى: اجلس.
مرة ثانية قال النبي: من يبرز لعمرو وأنا ضامن له الجنة؟ لم يقم إلا علي. والمرة الثالثة قال النبي فقام علي فقال له الحبيب المصطفى: يا علي إنه عامر. هذا شجاع بطل كان يعادل ويقاس بألف. يا علي إنه عامر. قال: يا رسول الله وأنا علي؟ وإذا عامر وأنا علي؟ حينما برز علي لعمرو بن ود العامري النبي رفع يديه إلى السماء وهو يخاطب الباري عز وجل: إن شئت أن تعبد، انظروا، إن شئت أن تعبد فلينتصر علي بن أبي طالب. يعني دوام الإسلام وعبادة الله في الأرض كله متوقف على شجاعة علي وعلى قتل علي لهذا الرجل. ثم قال النبي: برز الإيمان كله للشرك كله، أي أن الإمام علي سلام الله عليه كان يمثل ماذا؟ كان يمثل كل الإيمان. وحينما الإمام علي قتل عمرو ماذا قال النبي؟ سامعين كلكم أهل مجالس مطالعة. ضربة علي يوم الخندق ماذا؟ تعادل عبادة الثقلين، وفي حديث آخر أفضل من عبادة الثقلين. يعني الثقلان ما خلق الله من الجن والإنس والملائكة منذ أن خلقهم وإلى يوم الدين. إيش قد يعبدون، إيش قد يصلون يصومون يسبحون. زين، ضربة علي ماذا؟ أفضل من عبادة الثقلين. وحينما خرج مرحب ودعا للمبارزة وخرج له علي بن أبي طالب. اقرأوا التاريخ إخواني، يقولون مرحب اليهودي كان يعادل أو يساوي 1000 بطل. وحينما برز يقولون كان قد وضع على رأسه صخرة، يعني أخذ صخرة ونقبها مثل البيضة ووضعها على رأسه ووضع فوقها الترس، وكان بيده ماذا؟ وكان بيده الدرع وهو على الفرس، وكان طويل القامة بطلا، وعلي على الأرض. فقفز علي وضربه ضربة واحدة، يقولون قد الدرع والترس، ونزل السيف على هذه الصخرة فقطعها، ونزل على رأس مرحب فقطعه إلى أن وصل السيف إلى سرج الفرس، فانقسم هذا اللعين الكافر إلى قسمين. مرحب سقط قسم منه على اليمين وقسم منه على الشمال. في اللغة العربية عندنا قد وعندنا قط. القد بالدال هو القطع بالطول، والقط بالطاء هو القطع بالعرض. لذلك تقول ماذا؟ تقول قططت القلم. هنا يقولون علي بن أبي طالب قد، يعني قطعه بالطول وقسمه إلى نصفين في ضربة واحدة. والشعراء قد أولعوا بهذه الضربة، وهذه ضربت مضرب الأمثال، ذهبت مضرب الأمثال، وأخذ الشعراء يتغنون بهذه الضربة، حتى أن ذلك الشخص الذي رأى محبوبه قد أقدم أو قد أقبل عليه، ونحن في يوم مولود ونقرأ هذا الشعر، أقبل عليه فأخذ يتغزل به وقال: وشادن. الشادن هو الغزال، فهذا هو يشبه محبوبه ماذا؟ بالغزال. يقول: وشادن أبصرته مقبلا فقلت من وجدي به مرحبا،
قد فؤادي، هذا محبوبي قطع فؤادي، قد فؤادي في الهوى قده، قد علي في الوغى مرحبا. انظروا، ذهبت مضرب. مجرد الأبطال كانوا يفتخرون بأنهم استطاعوا أن يقفوا في ساحة الميدان أمام علي ولو لدقيقة أو ماذا أو دقائق أو لحظات، حتى أن معاوية ابن أبي سفيان عير عمرو بن العاص، قال له: أنت جبان. قال له: أنا جبان؟ أنا شجاع، لو كنت جبانا لما خرجت لعلي في معركة صفين وقد وقفت أمامه. يعدون وقوف الإنسان أمام علي ولو للحظات، هي هذه ماذا؟ هذه شجاعة. لكن عمرو بن العاص حينما رأى بريق سيف ذي الفقار سوى، نزعوا على أي حال. والشعراء قد أولعوا بهذه الفعلة، فعلة عمرو، وأخذ الشعراء يقرؤون الشعر، ينظمون الشعر: بطل بسوءته يقاتل لا بصارمه الذكر، لا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. إلى الآن تذكر هذه القضية. هذا علم علي، وهذه مناقب علي، وهذه شجاعة علي. ولكن السؤال يطرح، الوقت محسوب طبعا علي، السؤال هنا: هل عرفت الأمة الإسلامية مقدار علي، فضل علي؟ هل استفادت من علم علي؟ هل استفادت؟ حينما يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، شنو يقوم له واحد يقول له: كم شعرة براسك؟ لذلك فإن الغربيين يقولون إن علي بن أبي طالب ولد في غير زمانه، لأنه ولد في زمان كله جهل وكله ضلال وكله انحطاط. ويتمنى علماء الغرب لو أن علياً الآن موجود حتى يستفيدوا من علمه في الكيمياء، في الفيزياء، في الرياضيات، في علم النجوم، في علم الفلك. الأمة لا أنها لم تستفد من علي فقط، بل أنها عادت علياً وحاربت علياً وأبغضت علياً إلى أن قتلوه. هل تتصورون يا إخوان أن بعض الصحابة كانوا يعيشون مع الحبيب المصطفى ويسمعون الآيات القرآنية التي تنزل في حق أمير المؤمنين، ويسمعون الأحاديث التي يقولها الحبيب المصطفى ويبين فضائل علي، ومع ذلك كانوا يبغضونه في حياة النبي؟ وأنا أذكر لكم دليلاً واحداً: حديث الحدائق السبع، وهذا ترويه أعلام المذاهب الإسلامية ويرويه أيضاً شيعة أهل البيت. الإمام أمير المؤمنين، وأنا أنقله لكم من كتاب الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين، يقول أمير المؤمنين: كنت أتمشى مع النبي في طرق الكوفة، في أزقة الكوفة، فمررنا على حديقة جميلة، فقلت: يا رسول الله، ما أجمل هذه الحديقة؟ فقال الحبيب المصطفى: وحديقتك في الجنة أجمل وأحلى. ومررنا على حديقة ثانية وثالثة إلى 7 حدائق، كل مرة أقول للنبي: ما أجمل هذه الحديقة؟ فيقول: وحديقتك في الجنة. يقول الإمام علي: ثم احتضنني الحبيب المصطفى وأجهش بالبكاء، فقلت له: يا رسول الله، مما بكاؤك؟ فقال: انتبهوا أخواني، فقال: ضغائن، والضغينة هي الحقد العميق
والحقد الدفين ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك إلا بعدي. والنبي لا يتحدث عن أشخاص يعيشون في أماكن أخرى، وإنما هنالك أشخاص ماذا؟ يعيشون مع النبي ويعرفون عليا حق المعرفة، ولكنهم ماذا؟ كانوا يبغضون عليا. وحينما بلغ الحبيب المصطفى ما أمره الباري عز وجل في يوم الغدير: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، وأخذ بيد علي ورفعها وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. زين؟ وبخبخ له الصحابة: بخ بخ لك يا أمير المؤمنين، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن. فجاء أحد الأشخاص واسمه الحارث بن الفهر، الحارث الفهري، جاء، انتبهوا أخوان، جاء ووقف أمام النبي وتكلم معه بهذا الأسلوب. لم يقل له يا رسول الله، يا حبيب الله، قال له: يا محمد، أمرتنا أن نصلي فصلينا، أمرتنا أن نصوم فصمنا، أمرتنا أن نزكي، أمرتنا أن نحج، كل ما تقول لنا سوينا. فلم يكفك هذا حتى أخذت بضبع ابن عمك وأمرته علينا، فهذا منك أو من الله. الحبيب المصطفى هنا يضطر أن يقسم ويقول: والذي نفس محمد بيده إنه من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرني أن أجعل عليا إماما ووليا عليكم. فخرج هذا الشخص، في الرواية تقول: فخرج يدمدم. احنا العراقيين شو نقول؟ يدردم. فخرج يدمدم ورفع رأسه إلى السماء وقال: إن كان ما يقوله محمد حقا، يعني إذا صدق أن الله سبحانه وتعالى أمره بتنصيب علي إماما، فأنزل علينا عذابا من السماء أو أرمنا بحجارة. يعني هذا مستعد أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه العذاب أو يرميه بحجارة من السماء، ولا يقبل بولاية أمير المؤمنين. الرواية تقول: فما أكمل حديثه حتى رماه الله سبحانه وتعالى بحجر فوقع على رأسه فقتله من ساعته. وعند ذلك نزل قوله تعالى: سأل سائل بعذاب. ويستمر العداء لأمير المؤمنين حتى أن شخصاً، أنا أذكر هذه القصة وأختم، حتى أن شخصاً وقف، وهو عبد الله الأودي، وقف أمام الحجاج وقال له: إن في قومي صفات، هذه الصفات ما موجودة في بقية القبائل أو العشائر أو الأقوام، يفتخر بها. فسأله الحجاج: وما هي؟ قال: لم يكن أحد في قومي مع علي بن أبي طالب، عشيرته كلها يوم صفين كانت مع معاوية بن أبي سفيان. فقال له الحجاج: وأكرم وأنعم، خوش صفة. قال له: لم يكن من قبيلتي أو عشيرتي أحد مع الإمام الحسن، كلهم كانوا في جيش معاوية. فقال له الحجاج: وأكرم. وفي يوم عاشوراء لم يكن واحد من عشيرتي وقبيلتي مع الحسين، وإنما كلهم كانوا في جيش عمر بن سعد. ثم قال: إن العشرة الفرسان العشرة الذين داسوا صدر الحسين عليهم السلام 3 منهم كانوا من عشيرتي. انظر إلى الحقد. ثم قال: إن الأمير إذا طلب منا أن نسب عليا، في ذلك الوقت في زمن بني أمية الأمير يجيب شخص يقول له: أنت سب علي وروح، نحن ما لنا شغل،
إحنا ما لنا شغل به. هذا يقول إذا طلب منا الأمير أن نسب عليا فإننا نسبه ونسب الحسن والحسين وفاطمة أيضا. ليش؟ الأمير يطلب منك أن تسب علي وروح. لماذا تسب فاطمة؟ ولماذا تسب الحسن والحسين؟ إنه الحقد وإنه البغض. واستمر الحقد إلى يومنا هذا. وحينما دخلت داعش إلى العراق فإنها أخذت تقتل الأشخاص الشيعة على الهوية وعلى الاسم، إلى أن تصدى لهم سمي علي بن أبي طالب المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني، وأصدر تلك الفتوى المباركة، فتوى الجهاد الكفائي. البعض يقولون بأن داعش جاءت إلى العراق لكي تسيطر على النافط أو لقضايا سياسية. لا، إنما أوجد داعش للقضاء على علي، للقضاء على فكر علي، للقضاء على شيعة علي بن أبي طالب سلام الله. ولا سمح الله لو استطاعت داعش أن تسيطر على العراق قطعاً لتحركت واحتلت الدول الأخرى وبالأخص الموالية لعلي بن أبي طالب. أنا أوصي نفسي في آخر كلمتي وأوصيكم إخواني الأعزاء أن نتمسك بولاية علي بن أبي طالب. ماكو طريق للنجاة في يوم القيامة إلا بولاية علي بن أبي طالب سلام الله. نحن نولد على كلمة علي. المرأة حينما تلد أو تعسر ولادتها ماذا تقول؟ تقول يا علي يا علي. الطفل إذا وقع ماذا يقول؟ يقول يا علي. كل واحد منا إذا مر بمشكلة نعم عند أي شيء ماذا؟ يوجه وجهه إلى أمير المؤمنين وينادي عليا. وبعد العمر الطويل إن شاء الله كل واحد إذا أدركه الموت فإنه ماذا يقول؟ يا علي. وفي يوم القيامة إن شاء الله نقف أمام الباري عز وجل ونقول له يا إلهنا أنت الذي أمرتنا باتباع علي، وين ما تروح راية علي بن أبي طالب نحن ماذا؟ نحن نسير وراءها. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية سيدنا ومولانا أمير المؤمنين، وأمتنا على محبة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين. أنا أسأل الله لكم جميعا التوفيق وحسن العاقبة، وكذلك للأخوة الأعزاء في هذه الحسينية المباركة، بارك الله بهم وحياهم الله. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.